كيرة والجن ساعة الرواية وانا شايف الجن بصراحة. انا نفسي وانا بقرا انا شايف نفسي عبد القادر كده. انا نفسي وده حلمي اللي جاي يعني ان انا اعمل شخصية من شخصيات تاريخنا الاسلامي. انا بحب القراية جدا، نفسي اروح للمنطقة دي، انا عمري ما رحتها. المنطقة بتاعت تاريخنا الاسلامي دي مليانة شخصيات كتيرة قوي 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 قوي، وده وقتها بحس الشباك. يمكن دي ملكة أنا اتعلمتها من أستاذنا الكبير الزعيم عادل إمام اللي وحشنا. أحمد عز في مصر والوطن العربي، عايزين نعرف إمتى هنفرح بيك وإيه هي مواصفات أحلامك؟ طب ده فرحان بيه على فكرة. أنا عادي عايزين بيفيل هم الناس فرحانين عامة بيا من غير حاجة يعني، فما فيش قلق والله. تصريحات أحمد عز من معرض الشارقة: اتعلمت من الزعيم الإحساس بالشباك والجمهور مبسوط بيا من غير جواز. تعالوا نعرف أهم التصريحات اللي قالها عز. حضر النجم أحمد عز مع الكاتب أحمد مراد ندوة في معرض الشارقة للكتاب تحت عنوان الجن بين الأدب والسينما، وكانت القاعة مليانة بالجمهور المتشوقين يسمعوا للثنائي ويتعرفوا أكتر عن تجربتهم. في الندوة أحمد عز وأحمد مراد اتكلموا عن شخصية عبد القادر الجن اللي قدمها عز في فيلم كيرة والجن، وكشف عز عن كواليس قبول الشخصية وحماسه ليها لما المخرج مروان حامد اتصل بيه وعرضها عليه وقال انه حس ان الشخصيه قريبه منه عشان كده وافق بسرعه. كمان عز اتكلم عن حبه للقراءه وعشقه للروايات وانه بيحب يشوف الفيلم المأخوذ عن روايه قبل ما يقرأ الروايه نفسها. وكمل عز كلامه وقال انه بيحلم يقدم شخصيه تاريخيه اسلاميه. وقال احمد عز: انا قارئ كويس جدا وبشوف ان الوقت الحالي يسمح اننا نقدم افلام بتجسد شخصيات تاريخيه زي ما حصل مع فيلم اولاد رزق الجزء الثالث. خلال الندوه سالوا احمد عز عن ميعاد جوازه، وهو السؤال اللي دايما بيخلي الجمهور في حالة فضول. ورد عز وقال: الحمد لله الناس فرحانة بيا كده من غير جواز وكل حاجة بإيد ربنا. أما عن كواليس كيرة والجن، ووضح عز إنهم تعبوا على المحتوى عشان يكون جذاب للمشاهد ويشد انتباهه، وقال إن ده اتحقق بوجود كريم عبد العزيز وهند صبري في الفيلم. وعبر عن الفكرة دي وقال: النهاردة الجمهور دايما معاه التليفون، فلازم نصنع محتوى يشدهم ويخليهم يسيبوا التليفون ويتابعوا الفيلم، وده مش هيحصل غير لما نعمل حاجة بضمير، وده اللي عملناه في كيرة والجن بوجود كريم وهند. عز كمان أشار إن شخصيات الفيلم ضحوا كتير في حياتهم عشان بلدهم، وقال زي عبد القادر شحاتة اللي بدأ نضاله وهو لسه شاب صغير، وده معناه إننا لازم دايما ندور على الأحسن ونرفع من ثقافتنا. وعن اللي اتعلمه أحمد عز من الزعيم عادل إمام، قال عز: اتعلمت من الزعيم إزاي أخاطب شباك التذاكر وأعمل محتوى يخلي الناس فخورة بيه. يا فرحتي لو عملت فيلم عميق ويشوفه 12 شخص بس. وعن سبب بعده عن السوشيال ميديا، قال أحمد عز إن السوشيال ميديا بتضيع 70% من طاقة الشخص. ووضح كمان الفنان أحمد عز إن الناس بتحب تشوف شغل كويس للفنان مش صورة وهو في أي مكان.